أنادي على النائب هاني أحسن. شكرا سيد الرئيس. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السيد الرئيس محترم، السادة أعضاء الحكومة الأفاضل، زميلاتي زملاء النواب المحترمون، السيد رئيس لجنة المالية والميزانية وكذا مقرر اللجنة ونائب الرئيس، وأنتم مشكورون على العمل الجاد الذي قدمتموه. السادة الإطارات الحاضرة معنا، زميلاتي زملاء النواب، الأسرة الإعلامية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الرئيس، اسمحوا لي في البداية أن أقول أن الجزائر التي يعتز بها أبناؤها وقبل ذلك شهداؤها ظهرت ملامحها في الأفق. فالجزائر تطرق باب الكبار في مجموعة البريكس صاحبة أعلى معدلات النمو في العالم، وتلقى كل أشكال الدعم والترحيب بفضل النقلة النوعية في اقتصادها والاستثمارات التي باشرتها. وفي الدبلوماسية الجزائر ترفع التحدي وتحقق نجاحا باهرا للقمة العربية وتحقق اختراقا جديدا في المصالحة العربية، وبفتحها النقاش في مواضيع مهمة في الاقتصاد والتنمية وإشراك جميع فئات المجتمع العربي في مناقشة القضايا التي تهمه. كما كان إصراره على عقد القمة بمناسبة ثورة الفاتح نوفمبر 54 هو جعل الجميع يعلم أنه كما كانت الثورة التحريرية ملهمة لغيرها، فإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى أكثر إصرارا على مبادئ ثورتنا المتمثل في دعم القضايا العادلة ورفض كل أشكال التدخل في قضايانا الداخلية العربية. فكانت قمة الوفاء للإرادة العربية الرافضة لتفكيك مجتمعاتنا وتعطيل التنمية فيها والإحساس بالدونية أمام الغير. كما نثمن جهود رئيس الجمهورية الذي استطاع أن يصنع الفرق والفارق من قمة لم شمل الفصائل الفلسطينية إلى القمة العربية وجعل الجزائر عنوانا للقوة والنجاح. السيد الوزير، قانون المالية لسنة 23 يأتي بمنهجية جديدة في إطار التطبيق الفعلي للقانون العضوي 18-15 والمتعلق بالقوانين المالية والتحول من المقاربة إعداد الميزانية على أساس الوسائل إلى مقاربة جديدة قائمة على البرامج والأهداف. لقد تميز الاقتصاد العالمي خلال سنة 22 بوضع يتسم بالتعقيد نتيجة عدة عوامل، منها تداعيات جائحة كورونا وكذا التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية نتيجة النزاع الروسي الأوكراني وتداعياته الاقتصادية، خاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالحبوب والطاقة والمواد الأولية بشكل عام. كما يشهد الاقتصاد العالمي عودة موجة التضخم في الاقتصاديات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 9.4% وفي أوروبا 7.4%. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% خلال سنة 23 بعدما كان 3.2% سنة 22. السيد الوزير، ميزانية الدولة تعد أكبر ميزانية منذ الاستقلال، تقدر ب 13,786.8 مليار دينار أي حوالي 92 مليار دولار، حيث قدرت الزيادة في قيمة الميزانية ب 18.7% مقارنة بقانون المالية التكميلي. السيد الوزير، مجموع الإيرادات هو 7,901.9 مليار دينار، مجموع النفقات هو 13,786.8 مليار دينار، مقسمة إلى ميزانية التسيير ب 9,767.10 مليار دينار وميزانية التسجيل ب 4,019.8 مليار دينار. السؤال المطروح: كيف سيتم تغطية عجز الميزانية المقدر ب 5,884.9 مليار دينار؟ السيد الوزير، لماذا ينخفض الناتج الداخلي الخام لو بي بي في الجزائر رغم ارتفاع أسعار معظم المواد في السوق الدولية؟ مثال ارتفاع أسعار الطاقة وكذا المواد الغذائية. هل هناك مشكل في كميات الإنتاج؟ ما هو الإشكال وما هو الحل؟ السيد الوزير، مشروع قانون المالية لسنة 23 لم يحدد السعر المرجعي للصرف الدينار بالدولار الأمريكي. لم ترد معلومات تفصيلية حول صندوق ضبط الإيرادات. السيد الرئيس، السادة الوزراء، ولاية الطرف تحتاج إلى ميزانية خاصة نظرا لطبيعها الفلاحي والغابي والسياحي والجبلي والحدودي. ولاية الطرف الولاية الوحيدة على مستوى التراب الوطني التي أرقها الشعاع الجمركي، لذا نقترح تعديل النطاق الجمركي، علما السيد الوزير أن السلطات المحلية اقترحت في تقليص من النطاق البري من الشعاع الجمركي، لذا نطلب منكم الموافقة على هذا الاقتراح. جاء كذلك في الميزانية القطاعية لقطاع الأشغال العمومية والري إنجاز محطة لتحلية مياه البحر
لتزويد الجهة الغربية من الولاية وكذا بعض الولايات المجاورة، إلا أن بلدية الشافية والتي تحتوي على أكبر سد في الولاية ما زالت تعاني العطش. كذلك بالنسبة لبلدية بوغوس الحدودية والتي تحتوي على سدين 2، في حين جميع مشاتيها ينعدم فيها التزود بالماء الصالح للشرب تماما. لذلك بات من الضروري السيد وزير الأشغال العمومية والري تسجيل عملية وفي أقرب الآجال. كذلك مشكل كبير فيما يخص مرضى فقر الدم المنجلي والبالغ عددهم حوالي 3200 مريض شفاهم الله، لذا بات من الضروري التكفل بهذه الفئة من طرف وزير الصحة وفي أقرب الآجال. مرة أخرى فيما يخص خريجي المدارس الشبه الطبي والخاصة والمعتمدة من طرف الدولة والبالغ عددهم حوالي 240 متخرج، بات من الضروري إنصاف هذه الفئة في عملية توظيف على غرار باقي الولايات الأخرى. مرة أخرى عملية تحصيل في إطار قانون 0815. مرة أخرى السيد الوزير هناك مشكل وطني فيما يخص عملية مسح الأراضي، بات من الضروري إعادة فتح الأرضية الخاصة بالمسح وإعادة بعثها من جديد. المطالبة بالرفع من حصة السكن لولاية الطارف من جميع الصيغ خاصة البناء الريفي. مرة أخرى السيد وزير الأشغال العمومية والري فيما يخص الطريق السيار شرق غرب، هذا الطريق راهو عبارة عن لغز السيد الوزير. كذلك المطالبة بإعادة بعث المشاريع الخاصة بالمناطق الحدودية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة.